بتقول أنا والدي ووالدتي متوفين، متزوجة، وأخو جوزي اتوفى وسايب مراته وطفلين. زوجي دايما بيدعمهم ماديا. بدأ من فترة يلمح لي عن فكرة الجواز التاني بهزار وبصفة عامة. هو بيحبني وأنا كمان بحبه، مفيش بينا غير كل خير، معايا 3 أولاد منه والحمد لله، مفيش مشاكل بينا. وبعدين اتكلم معايا بصراحة إن الظروف هتضطره إنه يتجوزها حتى لو على الورق وبس. هو بيقول لي هو لسه مش مقرر وإنه مجرد اقتراح، ولو أنا مش راضية عن الفكرة دي اعتبريني ما قلتلكيش أي حاجة. بس كلامه انه سايبها للوقت وللظروف، وانه ممكن يعمل كده لو المشاكل زادت منها في العيلة، لانها عاملة مشاكل مع الكل. وانا ما خدتش موقف واتكلمت معاه عادي جدا، وقلت له ان لو ده حصل انا مش هعيش معاك لحظة واحدة. هو قال لي ما تشغليش بالك بالموضوع وما تفكريش فيه، بس انا مش عارف الدنيا هيحصل فيها ايه. هو مش عايزها ولا عمره هيفكر فيها، بس هي بدأت تخرج عن السيطرة مع ان الكل بيحبها وبيحب اولادها. انا مش حاسة بنفسي من ساعة ما اتكلم معايا في الموضوع ده، ومش متخيلة ابدا ان ده ممكن يحصل، وحاسة اني في كابوس كبير جدا. هو كل دنيتي، وانا عارفة انه بيحبني وعمره ما يفكر في واحدة غيري، وده انا واثقة منه. اعمل ايه؟ عقلي واقف تماما عن التفكير، قلبي وجعني جدا جدا، خايفة انه يتجوزها طالما الفكرة جت في دماغه، وكان بيشوفني هعمل ايه لما يقول رد فعلي ممكن يكون ايه، هوافق ولا هرفض؟ دلوني وقولولي ممكن اعمل ايه. ده سؤال هنجاوبه ضمن أسئلة تانية كتير النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا وعليكم بحضرتك. السلام، اهلا وسهلا. يمكن حكاية تكون بتتكرر على فكرة في أسر كتير جدا، لما بيموت الأخ ويلاقوا إنه زوجته موجودة ومعها أولاد، يبقوا خايفين إنها تتجوز واحد تاني من بره، خصوصا لو سنهم صغير. نعم. والاولاد تاخدهم وتمشي او ما يشوفوش الاولاد، فبيبقى الحل بالنسبه لهم لبعض العائلات وبعض الاسر والمناطق انه الحل ان الاخ يتجوزها علشان يقدروا يحافظوا على اولاد ابنهم. ده صحيح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هو بس يعني بنقول كده في الأمور الاجتماعية ديت أو المشاكل الاجتماعية، هو ضابط اجتماعي برضه مهم. بلاش تبني بيت وتخرب بيت. صحيح، على خراب بيت أنا تاني. عايز كل واحد بيفكر أو بيقرر إنه يتجوز ويفتح بيت تاني، فكر. ما ينفعش إن أنا يعني أبني بيت وأكون بيت وبعدين أتسبب في خراب البيت الأساسي، البيت الأساسي اللي أنت بدأت بيه حياتك وبدأت فيه بشريكة حياتك وعندك فيه أولاد أولى بالرعاية. يقول لك ده ولاد أخويا، إحنا ما قلنالكش ما تراعيش ولاد أخوك. ولاد أخوك راعيهم وخلي بالك منهم واعتبرهم زي أولادك واكتفي بهذا. صحيح. طيب هي عايزة تتجوز ومش عارف ايه، خلاص يبقى هو قدر ربنا يشوف بقى. يعني انت برضو راعي ولاد اخوك وتواصل معهم وما تسيبهمش وخليها تتجوز. انما واضح انك انت من الكلام ان الزوجة مش راضية، واللي هيحصل انك انت هتتجوز تكون بيت اللي هو اصلا يعتبر بيت متكون، وبعدين هتتسبب في خراب البيت التاني. فانا بقول للزوجة جاهدي على قد ما تقدري، بيني له انك انت رافضة هذا الأمر وسيبيها لقدر الله. ولكن هنفرض لو وقع ما تطلبوش الطلاق. يعني لو وقع بلاش نطلب الطلاق، خلاص نقول بقى هو قدر ربنا قدر هذا. والأمر الثاني، كان سيدنا الإمام الماوردي في عقد القران كده لما حد يجي يتجوز كان بيقف يقول خطبة عقد القران كده في جملتين بساط قوي. كان يقول أيها الناس اعلموا أنه ما اجتمع اثنان وما تفرقا إلا بقدر الله. يعني في الأول والآخر كله بأمر ربنا هو قدر سبحانه وتعالى قدر ومكتوب. قدر مكتوب. صحيح. فإحنا بنقول أحافظ على بيتي، أبين له أن أنا رافضة، ومفيش واحدة أظن هي هتقبل هذا إلا من رحم الله. ولكن حضرتك جاهدي وحافظي على بيتك، ولكن لو وقع هذا الشيء نعتبره خلاص قدر الله سبحانه وتعالى، أرضى بالقدر ولا أطلب الطلاق.